أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. تجارب حضراتكم اللي بتحكوها، ودايما شعارنا فيها العهدة على الراوي، يعني العهدة على كل حد منكم حكالنا. والنهاردة التجارب وأنا بنقراها هي مخيفة، فيها جزء بيغلب عليه طابع الوهم، أو إن الواحد يعيش تجربة في منتهى الخوف ويكون هو مصدق تماما كل تفاصيلها، وللأسف بيكون واهم. على فكرة ده مرعب أكتر بكتير من إنك تعيش التجربة بشكلها الحقيقي. عايز تشاركنا بتجربتك؟ الجروب بتاعنا هو عيلة أحمد يونس، موجود على فيسبوك. دايما بفكركم إن في فوق 200,000 مشترك. ادخل على الجروب وتأكد بس من العدد اللي موجود فيه، واسأل الموجودين من العيلة على بوست التجارب وشاركنا بتجربتك. يلا بينا نبدأ تجاربنا على طول. مساء الفل أستاذ أحمد، أنا بحب برامجك من زمان، بس عمري ما كنت أتخيل إن أنا أكتب لك عن حاجة تخصني. أنا اسمي خالد، بني آدم عادي، شغال مهندس، متجوز من 5-6 سنين. حياتي مع مراتي كانت هادية ومستقرة، لحد ما حصل اللي غير كل حاجة، واللي خلاني مش متأكد إذا كانت مراتي هي اللي عايشة معايا في البيت، ولا في حد تاني جوه جسمها، ولا اتبدلت، ولا إيه اللي حصل لها بالظبط. من حوالي سنة كده تقريبا بدأت ألاحظ على نيرة مراتي تصرفات مريبة وغريبة. في الأول كنت فاكرها ضغوط شغل أو توتر، بس اللي حصل بعد كده خلاني أتأكد أن الموضوع أكبر من كده بكتير. كانت بتصحى من النوم مفزوعة، تتكلم بكلام غريب ملوش معنى، صوتها ساعات يتغير ويبقى تقيل بطريقة مش طبيعية. أكتر حاجة كانت بتخوفني إنها كانت بتصحى تبصلي بصات غريبة، يعني أبقى نايم وفتح عينيا ألاقيها بوزها في بوزي ومبرقالي، بس عينيها غريبة والله، زي ما يكون مش عينيها. بحس ان انا قدام حد غريب تماما واول مرة اشوفه. استمر الموضوع ده بس مش بشكل متكرر الحقيقة. في ليلة من الليالي كنت نايم جنبها وصحيت على صوتها بتهمس بكلام مش مفهوم. لسه بفرك عينيا كده لقيتها قاعدة على السرير ومبرقة على الاخر للسقف. جسمها كان متخشب وكان فيه رعشة كل شوية كده تحصل. قلت لها نيرة انت كويسة؟ ما ردتش عليا. اتلفتت وبصت لي بعد كده ولقيتها بتقول لي طلقني. انا اتجمدت من الطلب وحسيت ببرودة في جسمي، وسألتها ايه اللي بتقوليه ده؟ قامت رد عليا وقالت لي طلقني احسن لك. صوتها كان غريب حاد مخيف. قمت بسرعة ونورت الدنيا، لقيتها قامت مرمية على السرير، يعني هي قاعدة على السرير، قامت مميلة على السرير وزي ما تكون فقدت وعيها. وحاولت افوقها اكتر من مرة، فاقت زي اللي كانت نايمة ومش فاكرة اي حاجة. والحاجات الغريبة ما انتهتش هنا، كل يوم عن التاني الامور كانت بتسوء. مرة الاقيها بتبصلي نظرات كلها كره، ومرة تكون طبيعية تماما، ومرة وانا داخل الأوضة لقيتها واقفة قدام المراية بتضحك. بس كل ده غريب. تخيل انا عايش مع واحدة بتعمل كل ده، حتى لو انت هتقولي مش معناه ان فيها حاجة. بقيت احاول اقنع نفسي انها بتمر بأزمة نفسية، بس اللي حصل في يوم الجمعة القريبة من كام جمعة أكد لي إن أنا في كارثة حقيقية. كنت قاعد في الصالة وسمعت صوت حاجة بتتخبط في المطبخ، جريت أشوف في إيه، لقيتها واقفة في الضلمة وماسكة السكينة في إيدها وبنظراتها برضه وتبرئتها. قلت لها أنت بتعملي إيه؟ لقيتها بتقولي قلت لك طلقني، أنت اللي مش عاوز تسمع الكلام. قبل ما ألحق أرد اتحركت بسرعة وقامت خبطاني بالسكينة. هو الحقيقة مش جرح كبير، بس كفاية إنها فكرت في حاجة زي كده. رجعت لورا وأنا مش مصدق اللي بيحصل، وقامت سايبة كل حاجة وجريت على الأوضة وقفلت على الباب على نفسها. على ما ربطت إيدي وجريت لقيتها نايمة. فعلا أنا بقيت أخاف، خلاص دي وارد تقتلني أو وارد تموت نفسها. وصلت لمرحلة إن أنا ما بقيتش قادر أتعامل معاها ولا مع المواقف دي كلها. حكيت لواحد صاحبي فدلني على شيخ، وحكيت له أمها، ورحت للشيخ وحكيت له كل حاجة، وسألني عن حاجات غريبة. هي كانت وهي صغيرة ليهم مكان مهجور كده بتروح تلعب فيه وهي واصحابها. محدش عمل لكم حاجة قبل الجواز؟ ما حصلش مشكلة ما معينة كده في بداية جوازكم؟ كل ما كان يسأل كنت بحس ان الإجابة وارد تكون لأن نهيرة يعني أنا ما عنديش ذكريات طفولتها يعني.
بس في مرة أنا فاكر إن نيرة بتقول لي إن وهي صغيرة كانت دايما تسمع صوت حد بينادي عليها في بيت جدها القديم. الشيخ جه البيت عشان يعمل لها رقية شرعية، ومجرد ما بدأ يقرأ عليها ما كملش دقيقة وهي هاتك يا صويت ولطم وبتشد في شعرها وحاجة، يعني كأن فعلا واحدة مجنونة في البيت. وفضلت تقول وهي بتصرخ سيبها سيبها. الشيخ ما بطلش وفضل يقرأ وهي تتلوى، وتقريبا قعدنا ساعة على ما هي هديت وفقدت الوعي. هو ما مدش ايده عليها، ما تعرضش ليها، بس عشان تبقوا عارفين. وقال لي هي ممسوسة والمس اللي عليها قديم ومتعلق بيها من زمان. الحل شغل القرآن في البيت على طول، شغل سورة البقرة يوميا، ويوم الجمعة الصبح لازم سورة البقرة تشتغل، اوعى تنساها وما تسيبهاش لوحدها الفترة دي. من يومها وانا قاعد زي النضورجي، ساعات تبقى طبيعية واوقات قليلة بيجيلها الحالات دي. لكن الأحلام بقى بتاعتي، أنا على طول بحلم بواحدة ست كبيرة في السن بتقول لي طلقها يا ابني وانفد بجلدك. مش مرعبة ولا حاجة، بس الحلم بيتكرر. أنا بجد مش عارف أعمل إيه، مش عارف إيه الحل. لو يا يونس تدبروني وتقولولي أكون شاكر ليكم. أصدقائنا أصدقاء كلام معلمين، ادخلوا من فضلكم على جروب عيلة أحمد يونس وقولوا لزوج نيرة رسالتكم ليه، هو محتاج رسالتكم. الجروب عيلة أحمد يونس فوق 200,000 مشترك على فيسبوك. قولوا لزوج نيرة رسالتكم. أنا هقولك يا صديقي بقى رأيي. أول حاجة، أنت بدأت معاها مشوار، ربنا يكرمك ويجازيك كل خير ويسعدك، لأن أنت ما ضحيتش وما تخليتش عنها، فكمل المشوار. وخصوصا أن أنت بتقول الموضوع قل كتير. بس هرجع وأقولك، ليه ما لجأتش للطب النفسي؟ ليه برضو يا سيدي؟ خلاص انت في حد جه رقاها ودي حاجة عظيمة جدا، ممكن يكون في برضو أثر نفسي أو حالة نفسية بتمر بيها. اعمل ده وده الاتنين. الطب النفسي مهم جدا جدا يا سيدي، حتى يحسن العلاقة في البيت، التعاملات الإنسانية بينكم. وتعالوا نروح لتجربتنا التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، أنا كمان اسمي أحمد، عايش في قرية صغيرة، سامحني مش هقول اسمها، واللي فيها دايما حكايات عن البيوت المسكونة والجن وعمار المكان. بصراحة عمري ما كنت بصدق الكلام ده، شايفه خرافات وخزعبلات وكلام متوارث، لحد ما قدرت وقررت كمان أعمل حاجة تثبت للجميع إن كل ده وهم، وإن اللي بيحكوا فيه ده هري عن البيوت المسكونة، لأن هما اللي غاويين يخوفوا نفسهم ويورثوا الخوف لولادهم، أو بمعنى أصح علو مفوت. في بيت مهجور عندنا في البلد معروف إن محدش بيقرب ليه، وبيتقال عنه حكايات وروايات. بيتقال إن الناس اللي فيه فجأة أهل البيت الناس مش لاقيينهم، وإن اللي حاول بعد كده يقعد فيه ولو ساعة ولو ليلة يجراله حاجات مخيفة ومرعبة. ويقول لك ده في فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان اتجنن، وفي فلان ابن فلان وابن فلان اللي مات في ظروف غامضة. كلها حكايات عن بيت قديم محدش شافه ومحدش عصره، حكايات متوارثة. بس الغريب إن البيت لا ليه ورثة ولا ليه حد بيسأل عنه ولا حد بيفكر يقرب منه أو يشتريه. حبيت أثبت إن كل الكلام ده فاضي، وقررت أقتحم البيت ده وأثبت للناس ولنفسي إن الكلام ده كله تخاريف. وفي ليلة من ليالي الصيف، الساعة كانت حوالي 12 بالليل، دخلت البيت لوحدي. كنت مجهز نفسي بكشاف ومية وقلت هقعد في البيت ساعة كاملة. عملت كده زي ما بيعملوا في الأفلام الأجنبي لما يخترقوا ويقتحموا منطقة مهجورة. دخلت من الباب لأنه كان شبه مكسور، ريحة تراب وعفن مالية المكان، الأرض متغطية بطبقة كبيرة جدا من التراب. مشيت في البيت لقيته فاضي إلا من حاجات بسيطة وقديمة، بس الإحساس اللي جوايا كان غريب. أنا حاسس إن أنا متراقب. فضلت أقنع نفسي إن ده طبعا توتر طبيعي يحصل بسبب إن أنا داخل بيت مهجور والكلام عنه قد كده. كان في كرسي قديم خشب، وكنت واخد معايا قماش وفوط وحاجات، فنفضت المكان وقعدت في الكرسي اللي في الصالة الخشب القديم. عدى وقت أول نص ساعة ما حصلش أي حاجة، ولا صوت ولا حركة، ولا حتى أنا خايف.
قلت أنا كنت متأكد إن كل ده وهم في وهم، البيت مجرد بيت قديم، وأنا ماسك التليفون وبشغل نفسي بأي حاجة وعمال أشغل بقى إيه، فيديوهات، حاجات مقالب مش عارف إيه، علشان اللي هو أنسى، ومش عايز أشغل أي حاجة قرآن أو أي حاجة دينية علشان ما يتقليش ما أصل أنت حصنت نفسك وكده كده ما كانوش هيطلع لك حاجة بسبب إن أنت شغلت قرآن. بعدها بشوية تقريبا ربع ساعة كمان سمعت صوت طقطقة في السقف، سلطت ضوء الكشاف على مصدر الصوت وركزت فيه، مفيش حاجة. قلت هكمل الساعة واطلع بس عشان اثبت للناس ان البيت ده كله كلام فاضي. الساعة كملت وخرجت، ما حصلش اي حاجة بصراحة. خرجت بضحك وطلعت وقلت للكل ان اللي انا قايل لهم ان انا داخل ان انا كسبت التحدي. الكل كان مستغرب وجزء كبير صدقوني واقتنعوا فعلا ان كل اللي فيه ده كان مجرد كلام وهري موروث من حد لحد وخلاص، الا مجموعة قليلة كان كلامهم ان لسه البيت هيرد. جملة البيت هيرد دي مخيفة قوي. من اول ليلة بعد ما رجعت من البيت بدأت الكوابيس تهجم عليا. مبدئيا حلمت اني واقف قدام نفس البيت والباب مفتوح وفي حد جوه بينادي عليا ادخل. كنت واقف متخشب مكاني عايز اجري عايز امشي، لكن رجليا هي اللي سايقاني علشان ادخل. كنت خلاص هدخل، حاجة سودة خرجت من البيت تجري عليا وكانت شبه بتنط عشان تاكلني بقى ولا تمسكني، وصحيت قبل ما توصل لي. كنت غرقان في عرقي، قلبي بيدق بسرعة مخيفة. عديت الليلة وقلت صدفة، ما طبيعي برضو أحلم بحاجة يعني، لكن اللي حصل بعد كده خلاني أعرف إن ده مش صدفة أبدا. كل ليلة بقى عندي كابوس مختلف، بس كلها كوابيس متعلقة بالبيت. مرة تانية حلمت إني نايم في الصالة وصحيت لقيت حد واقف على طرف السرير طويل جدا ووشه مش باين، كان بيتنفس بصوت عالي، ولما حاولت أقوم حسيت بجسمي متكتف مش قادر أتحرك، وفضلت في الحالة دي لحد ما صحيت مفزوع. بالمناسبة في نفس الكابوس ده كنت ببص من شباك المكان اللي أنا فيه بيتي، كان بيطل على نفس البيت في الحلم، نفس البيت المخيف. حلم تالت حلمت إن أنا رجعت البيت المهجور وقعدت فيه شوية، لكن المرة دي وأنا بحاول أخرج لقيت الباب ما بيتفتحش، وكل ما نادي على حد الصوت يرجع لي كأنه صدى صوت في مكان فاضي. وسمعت صوت حد بيضحك، جريت ناحية الشباك علشان أهرب، بس قبل ما أوصل حسيت بإيد بتمسك رجليا وبتسحبني، وسمعت نفس الطقطقة اللي سمعتها في الحقيقة. بصيت على السقف لقيت السقف فيه حاجة زي حد متعلق، حد نايم على السقف زي ما بيجي في أفلام الرعب. صحيت وأنا حاسس بالألم في نفس المكان اللي الإيد مسكتني منه. الموضوع اتطور مع الوقت وما بقاش كوابيس، بدأت أحس بحاجات غريبة وأنا صاحي. بدأت أسمع صوت الأبواب بتتقفل وتتفتح وهي مفتوحة أو مقفولة محدش قرب منها، حاجات بتقع من غير سبب. أسمع أصوات خطوات في البيت وأنا نايم لما أكون لوحدي. وفي يوم كنت واقف قدام المراية في الحمام غسلت وشي، أنا لاحظت إن في حاجة غريبة، وشي غريب، عينيا كانت دبلانة. عارف لما أنت بتحكي في قصص الرعب بتاعتك وتقول لما بص في المراية حس إنه واحد تاني؟ هو ده اللي أنا كنت حاسس بيه. من مرحلة لمرحلة خلاص على وشك الانهيار. كل يوم بيمر عليا بحس إن في حد حواليا وناس كتير حاسة بوجودي أو شايفاني وأنا مش شايفها، لكن حاسس بقى بوجودها. الكوابيس مش بتخلص. واتقال لي عمار البيت رفضوا يسيبوني، وده كان ردهم زي ما اتقال لي قبل كده إن البيت هيرد. لما الموضوع زاد عن حده سألت إمام المسجد عندنا في البلد عم مصطفى، وحكيت له، قلت له يا شيخ مصطفى كذا 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 كذا. قال لي ما أنا عارف إنك رحت، ما البلد كلها عرفت، أنت دخلت مكان ما كانش ليك إنك تدخله، ولما خرجت أنت ما خرجتش لوحدك يا ابني، أنت خرجت ومعاك حاجة أو أكتر من حاجة. دي ضريبة بيدفعها البني آدم لما يتدخل في حتة ما تخصوش، بس الحمد لله كل حاجة ليها حل. قلت له أعمل إيه؟ قال لي هتقرأ سورة البقرة كل يوم، تقراها مش تشغلها. غير كده باقي اليوم انت مشغل قرآن في البيت، وتتوضى قبل ما تنام، ولو مش ملتزم في الصلاة تلتزم، ولو مش ملتزم بأذكار الصباح والمساء دي أهم حاجة
وفضل يأكد يا يونس على موضوع ان اذكار الصباح والمساء دي حرز وبتعمل هالة نورانية بتحفظ البني ادم من اي سوء من عالم الجن. وقال لي ملهاش علاقة لا بمسلم ولا مسيحي، دي ذكر لربنا بيحفظ كل بني ادم. وبدأت فعلا اعمل ده. الكوابيس قلت، الشعور بان في حد حواليا لسه موجود لحد دلوقتي، الحلم بالبيت لسه موجود، لكن الضغط النفسي اللي كنت فيه الحقيقة راح معظمه. أنا بحاول أزود وأقرب من ربنا أكتر علشان الكوابيس دي تعتقني وأرجع لسابق عهدي. أنا لما حد بيسألني برد وبقول تجربة أنا غلطت إن أنا عملتها وأنا معرفش اللي حصل لي بعدها ده إيحاء نفسي ولا إيه، بس ما انصحش حد إنه يقرب من البيت. عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها؟ ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك واكتب في التعليقات واسأل على البوست الخاص بالتجارب، ومليون واحد هيدلك من الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. أنا اسمي مصطفى، شاب عادي من قرية صغيرة. طول عمري بسمع عن السحر والجن، بس عمري ما كنت بصدق الكلام ده. كنت فاكر ان كل الحكايات اللي بيحكوها الكبار هي اساطير، وان مفيش حاجة اسمها لعنة او روح شريرة. لكن اللي حصل لي من شهور خلاني اغير كل مفاهيمي واتأكد ان في حاجات اكبر مننا بكتير، وحاجات لما بنقرب منها هي كمان بتقرب، هقرب وتدخل حياتك بعد كده. في بلدنا في ساحر معروف، راجل عجوز كان عايش لوحده في بيت على اول طريق البلد، وكل الناس كانت بتخاف منه وبتعمل له 1000 حساب. اقول لك بيعملوا له 1000 حساب ازاي؟ اي حد هيتجوز يروح له يديله فلوس لا يعمل له حاجه اسمها الربط، اي حد داخل على مشروع يروح له يديله فلوس لا يفقره. هتقول لي ده كفر وشرك، هقول لك اللي بيحصل هو كده، الناس بتتقي شره بانها تديله فلوس. ولو حد دخل في اي مشروع او جوازه من غير ما يعرفه بيحصل مصايب يا يونس. المهم الراجل ده مات، ولما مات اهل البلد رفضوا يدفنوه وسط باقي التراب. قال لك ده ملعون في حياته، هيلعن الميتين ويجيب لهم الأذى، واللعنات تسقط عليه وتأذي الميتين الباقيين. طبعا كلام جهل أنا عارف، بس هم خدوا قرارهم إن ده يحصل. عايز أقولك إن يوم دفنته محدش رضي يصلي عليه خالص، فيما عدا 2-3 في المسجد قالوا هنصلي عليه لأن ما ينفعش ما يتصلاش عليه. اللي كانوا ماشيين في الشاهد بتاعه أو المشهد بتاعه في الجنازة مثلا 4-5، الناس كلها كانت بتقول الله لا يرحمه، راح وارتحنا من شره وأذاه. كان القرار ان هم يدفنوه في مكان معزول بعيد عن التراب، وكأنهم خايفين منه حتى وهو ميت. واتعمل له تربة كده بعيدة، لحد ما جه يوم وكنت قاعد مع اصحابي وكنا بنتكلم عن الموضوع ده، فضحكت وقلت لهم ساحر بقى، هو عايش ماشي لكن هو ميت هيعمل ايه؟ طب لو راجل يظهر لي كده بالليل ويبقى يرجع من الموت. واحد من صحابي قال لي طالما انت راجل وشديد وعنيف كده روح له قدام قبره بقى وتحداه. استفزني الطلب ده فقلت عادي ليه لا، طب هروح وهثبت ان انا قد التحدي ده. وفعلا تاني يوم اتحركت انا و2 من صحابي لحد التربة بتاعته بعد نص الليل. لما وصلنا عند القبر في رهبة يا يونس، وفي حر، اقسم بالله حر حوالين التربة، بس انا كنت مستهتر ومش هاممني عيل. وقفت قدام القبر وقمت قال بصوت عالي انا جيت لك يا، وقلت اسمه، وريني بقى هتعمل ايه، وريني بقى لو تقدر تخرج من الجهنم اللي انت فيها. صحابي كانوا ساكتين وكانوا خايفين وحاسين ان انا اللي عملته ده اوفر. فضلت اشتم واتحدى كأنه قدامي، وقمت ضارب باب التربة برجلي كأني بشوط كورة. وبعد 5 دقايق مفيش حاجة حصلت قلت لهم شفتوا كلام فاضي، مات وشبع موت، هو في مين بيموت ويرجع؟ وسيبنا المكان ومشينا، وانا مقتنع ان ده مجرد واحد ميت وملوش اي تأثير. وبعدها بليلة من بعد الزيارة بدأت الأحلام تدخل بقى. حلمت ان انا واقف قدام نفس التربة بس كان بابها مفتوح،
وجوه التربة كان ضلمة رهيبة تبلع أي نور يدخلها، وسمعت صوت تكسير وحركة من جوه. وبعدها طلع من القبر واحد لابس جلابية سودة، ملامحه كانت مضببة مش عارف أشوفها في الحلم. فضلت متخشب في مكاني وهو بيقرب مني، وكل ما كان يقرب كنت بحس إن أنا بتشل وبفقد السيطرة على نفسي أكتر، حتى الصويت مش عارف أصوته، لحد ما وصل لوشه بقى في وشي وبرضه ملامحه ضبابية. قرب مني ولمس كتفي، وصحيت مفزوع وقلبي هيخرج من صدري من الرعب والخوف. بس ده حلم. حاولت اهدي نفسي وعادي الليل على خير، وقلت لنفسي ده كابوس مش اكتر. لكن المشكلة ان الكوابيس موقفتش. كل ليلة كنت بحلم بناس مخيفة ووشوش مشوهة واصوات بتنادي عليا باسمي. حلمت ان انا واقف قدام التربة ولقيت حد بيخرج زحف على بطنه من باب التربة. كان بيزحف بصعوبة جدا وكأنه نصه التحتاني مشلول، وكان كل اللي عايز يعمله انه يمسك رجلي. وحلمت مرة اني نايم وصحيت على حد بينادي عليا باسمي كأنه واقف جنبي. كنت بحاول اتحرك لكن جسمي كان مشلول متخشب متمسمر. كنت سامع صوت انفاس تقيلة، وظهر خيال اسود ضخم من العدم ويجيه يجري ناحيتي، وكأنه هينط كده جنبي على السرير او فوقي. وقبل ما يوصل صحيت. في ليلة كمان حلمت ان انا في التراب عادي، ولكن عند نفس التربة الملعونة، بس المرة دي كان في ناس واقفة حوالين القبر، وشوشهم برضو مش واضحة، وكانوا بيتكلموا كلام انا مش فاهمه. ولما حاولت اتحرك لقيتني مربوط في مكاني. واحد منهم قرب ولمس جبيني بايده المتلجة وقام قايل لي اللعب مع الميتين ليه تمنه. صحيت وانا حاسس ببرودة غريبة في جسمي، والرسالة وصلتني بمنتهى الوضوح، اللعب مع الميتين ليه تمنه. كان العرق البارد بينزل على وشي، واللي خلاني اتأكد ان الموضوع مش مجرد كوابيس، ان انا حياتي كلها اتقلبت. بقيت على طول احب القعدة لوحدي، بقيت على طول اسمع صوت خطوات، على طول حاجات تقع في البيت، على طول النور يقطع وانا قاعد لوحدي بالذات. في مرة كنت قاعد في الصالة وسمعت حد بينادي عليا باسمي، ولما رحت اشوف مين ما كانش في حد. وفي مرة كنت قاعد بتفرج على فيلم لوحدي في الصالة وحسيت كأن في حد نفخ في وشي نفخة سخنة. لما الموضوع زاد سألت أبو واحد صاحبي هو شيخ، وحكيت له على اللي حصل. وشه اتغير وقام زعق لابنه، لأن ابنه كانوا من اللي معايا وابنه ما حكالوش طبعا، وقال لي انت غلطت غلطة كبيرة. القبور عموما ليها حرمتها، اللي انت عملته ده لا ينفع مع ده ولا غيره. عمله ده بينه وبين ربنا وحسابه عند ربنا، انت بقى رايح هناك تعمل ايه؟ قال لي لازم ابطل اتكلم عن اللي حصل، ولازم احصن نفسي، ولازم اقول دعاء سيد الاستغفار حفظهولي وخلاني اقوله، وصلي 8 ركعات قيام ليل، واكون على يقين ان الميت ما بيرجعش، بس انا اللي عديت حدودي وتعديت حرمة الاموات وتعديت حرمة الموت نفسه، وان كان لازم يكون في رد فعل. رد الفعل ده ممكن يكون من وارد القبور، ما هو في حاجة اسمها الوارد هناك جن، وارد يكون من قرين الساحر، وارد يكون من جن طيار كان موجود وشاهد اللي حصل واتضايق. وبقيت اقول دعاء سيد الاستغفار ده على طول، والحقيقة انه ليه سحر ومفعول بيخليني كويس جدا. هقوله لكم واخد ثواب ان انتوا تقولوا برضو زيي. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. صديقي العزيز صاحب التجربة، طبعا انت الشيخ اللي قالك احسن كلام ومفيش كلام يتقال بعده. انا عندي هاجس وقلق من حاجة، ومحدش يتريق عليا يا جماعة. انتوا عارفين انا خايف من ايه؟ انا خايف فكرة ان هم عملوا التربة معزولة وبعدوها عن باقي المقابر، ان الراجل ده يتعمل له مقام قدام. ايوه، تعدي الايام والموضوع يتنسي، ويتحول الموضوع من انه كان ساحر ودجال لواحد ليه كرامات، وهوب يبقى مقام، وهوب الناس تروح تزور المقام. لان القصة دي حصلت قبل كده وحقيقية. ساحر
واحد من أشر الخلق، واتدفن لوحده، وعدى الموضوع وعدى عليه سنين طويلة، وبدأ ناس يطلعوا إشاعات لهدف غير معلوم للناس. بس هقولكوا الهدف كان إيه؟ إن ده مقام، وإن اللي عايز يطلب حاجة يحط في المقام ده فلوس. وبدأوا يجمعوا فلوس من الناس اللي هي بترمي فلوس من شباك المقام، وبقى مقام الناس تروح تزوره، وجمعوا من وراه حرفيا مئات الآلاف من الجنيهات في هذه القرية الصغيرة. فربنا يستر. لسه مكملين تجارب حقيقية. وفكركم احنا موجودين على أنغامي وموجودين على سبوتيفاي. الأكاونت على أنغامي اسمه أحمد يونس بالعربي، وعلى سبوتيفاي أحمد يونس بالإنجليش. وبفكركم ان الرعب مكمل طول شهر رمضان، ولكن فقط على يوتيوب وأنغامي برضو سبوتيفاي. هتقدروا تسمعوا قصص كتيرة جدا. احنا مكثفين الرعب في رمضان بشكل انتوا حتى هتستغربوا منه. لكن بالنسبة للراديو احنا هنرجع اكيد بعد عيد الفطر المبارك. انا اسمي حسن يا يونس. عمري ما كنت بصدق في الحاجات اللي بيقولوا عليها اسرار القبور او العذاب، لكن اللي حصل معايا خلاني اعرف ان في حاجات اكبر مننا واكبر من مستوى ادراكنا، وحاجات ممنوع نقرب منها او نلعب بيها. الحقيقة الموضوع بدأ بعد وفاة عمي عبد الحميد الله يرحمه. هو راجل كان طيب، كان عايش حياته في حاله، لا كان بيأذي حد ولا ليه مشاكل مع حد. لما مات دفناه في تربة العيلة زي العادي يعني، وما كانش في حاجة غريبة، كل حاجة كانت طبيعية. لكن بعد كام يوم حصل حاجة غريبة الحقيقة. كنت بزور قبر عمي وبقرأ له الفاتحة وبدعيله، وعرفت ان في ناس عندهم طفل صغير لسه مولود مات، واهله دفنوه في تربة جنب تربة عمي. وكنت سمعت مرة زمان يعني ان الطفل المولود اللي بيموت من غير ذنوب يعني بيكون سبب في تخفيف عذاب القبر لأي حد ممكن يدفن جنبه معاه. الموضوع حفزني وشدني جدا، وبدأت أفكر هل ممكن يكون عمي بقى بيتحاسب على ذنوبه زي اي حد؟ ما كلنا ذنوب برضه في الآخر. ولو كده هل الطفل ده فعلا ممكن يكون سبب في ان عمي ما يتعذبش؟ وساعتها جه في دماغي فكرة غبية، فكرة غيرت حياتي الجحيم. رحت للتربي وقلت له بصراحة أنا عايزك تاخد جثة الطفل من قبره وتنقلها جوه تربة عمي، ويبقى جنبه شوية كده بس في الشهر ولا حاجة. وعمي كان راجل طيب، والطفل بريء من أي ذنب، وهيخفف عنه أي حاجة ويمنع عنه عذاب القبر. وخرجت من جيبي مبلغ محترم واديته للتربي. الحقيقة أنا ما كنتش عارف أنا بفكر إزاي وقتها، بس كنت حاسس إن ده الصح، مفيش حد هيتضرر ولا حد هيتأذي في الآخر. عم عاش طيب، وأنا بحاول أساعده وأخفف عنه ذنوبه. التربي لما شاف الفلوس الحقيقة خدها ووافق على اللي طلبته منه، الله يسامحه ويسامحني. وفضلت معاه لحد ما عمل اللي طلبته منه، وبعدها رجعت على البيت. من أول يوم بعد اللي حصل بدأت أسمع حاجات غريبة وأنا صاحي ومش نايم. كنت في البيت وكانت الساعة 2 بعد نص الليل والدنيا هادية. سمعت صوت عيل صغير بيعيط، معرفش مين والصوت جاي منين. ولما نمت سمعت جملة بتتردد في ودني وانا نايم: عملت كده ليه؟ صحيت متجمد، قلبي هينط من صدري. فضلت الف في البيت، فتشت كل الاوض، وكأن اللي قال لي عملت كده ليه وانا نايم ده موجود في اوضة. بس اكيد يعني النوم مليان اسرار يعني. فرجعت انام، والنوم كان اسوأ قرار. في نفس الليلة حلمت بعمي عبد الحميد واقف قدامي في تراب العيلة، وشه كان اصفر وزي ما يكون والعياذ بالله مضروب، وقال لي: رجع العيل مكانه، انا بتعذب. صحيت مفزوع، جسمي جمرة نار وعرقان، واحساس الرعب مالي قلبي. لكن الحلم ما كانش مجرد حلم، كان بداية سلسلة من الاحداث المرعبة والكوابيس. كل يوم وانا صاحي اسمع صوت غريب، واصوات ناس، واصوات همس، ونافوخي فيه دوشة وفي حاجات غريبة. وعلى طول اسمع صوت العيل اللي بيعيط، ومفيش حد، مفيش عيال. في حد واقف ورايا لكني مش شايفه، في حد ماشي جنبي لكني مش شايفه، في حد نايم ورايا على السرير لكني برضه مش شايفه. وحلمت اني في الحمام وانا بخرج من البانيو
شفت صورة عمي، انعكاس صورتي في المراية كان صورة عمي، وكان بيبصلي وبيبكي. وفضلت على الحال ده، كل ليلة حلم جديد، وكل حلم أبشع من اللي قبله. عمي كان بيظهر فعلا شكله متبهدل، وفي مرة شفته محبوس في حفرة ضيقة وعمال يقول لي الحفرة هتولع، الحفرة هتولع، انت السبب. صحيت وانا بصوت وبزعق، وعرفت ان ده مش مجرد حلم، دي رسالة واضحة. انا غلطت ولازم اصلح غلطتي. ما استنيتش كتير، وتاني يوم جريت على الترابي وقلت له رجعه مكانه خلاص. لقيته بيقول لي كنت عارف انك هترجع بس مش بايدي. قلت له يعني ايه مش بايدك ليه؟ قال لي اهل الطفل بيجوا كل يوم بقالهم مدة قصيرة، ولو فتحته ورجعته هيلاحظوا هروح في 60 داهية. ساعتها حسيت بجسمي كله بيتنفض. قلت له ابوس رجلك ابوس ايدك، مش معقول بيجوا يوميا يعني، شوف لي اي حل. وفضلنا مستنيين فترة لحد ما في يوم ما جوش، وقال لي انه هينقله المغرب ولازم اكون معاه. ورحت. انا مش هقول لكم بقى ان انا كنت بنقل بقى الجحيم الفكرة نفسها يا جماعة، فكرة ان انت بتخرج جثة طفل، جسم متعفن، وعمي شرحه، فحاجة يعني في منتهى البشاعة اللي في الدنيا، ورعب وخوف ممزوج بقرف، يعني حاجة ربنا يعني يسامحني على اللي عملته. مش عارف اقول لكم ان انا حياتي اتحسنت ولا الكوابيس بطلت. انا نفسيا مش كويس خالص، مش كويس خالص، ولا عارف اسامح نفسي على اللي عملته، ولا عارف اهل الطفل دول هيسامحوني ولا مش هيسامحوني. ما انا مش هقدر اقول لهم، هم هيعرفوا بقى كلنا لما نقابل رب كريم بقى، هيبقوا يعرفوا المصيبة السوداء. انا بستغفر ربنا ليل نهار وبفضل اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا مشيت ورا جهل ولبست اسود. صديقي العزيز، انت فعلا مشيت ورا جهل ولبستش اسود ولا حاجة، ان شاء الله كل حاجة تتحل. بس فعلا هي في خرافة بتقول اللي انت قلته ده، انا سمعتها كتير يعني، وفي ناس للأسف انت مش اول واحد يعمل ده خالص، في ناس كتير بتعمله. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لتجربة محمود. أنا محمود، عندي 28 سنة، عايش مع أهلي وحياتنا مستقرة. حياتي كانت طبيعية جدا لحد ما بدأت أصحى كل يوم الساعة 3 الفجر على حد بينادي عليا. في الأول كنت فاكر إنه مجرد حلم أو تهيؤات بسبب الإرهاق، بس الموضوع استمر، وكل ليلة وأنا بسمع نفس الصوت، نفس الهمس، كأن حد واقف جنبي وبينادي عليا. أول ما أصحى وأبص حواليا ملاقيش حد. في الأول أنا قلت مقلب، حد بيكون من إخواتي بيزاولني، بيعمل فيا رامز جلال، او بيتسلوا عليا ولا عايزين يخوفوني، فقررت اراقبهم. بقيت اول ما اصحى اقوم ادخل بسرعه اوضهم الاقيهم نايمين وغطسانين في 7 نومه. لكن فضلت مصمم ان في حد ورا المقلب البايخ ده، لحد ما حصل اللي خلاني اتاكد ان الموضوع لا مقلب ولا وهم من اصله. اهلي سافروا لحضور فرح كده في بلد تانية، وانا كان عندي شغل، فاضطريت افضل لوحدي في البيت. وليلتها دخلت انام وانا حاطط في دماغي، اصلا مش حاطط في دماغي الموضوع، انا ناسيه، وقلت هم سافروا خلاص بقى، لو كان مقلب كده مش هيحصل. لكن للأسف الساعة 3 بالظبط صحيت على نفس الصوت، وكان أوضح وأقرب ويخوف أكتر. المرة دي كان جاي من عند باب الأوضة. أنا قلبي كان بيتنفض وجسمي بيترعش، مش قادر أتحرك، أنفاسي عالية، دقات قلبي عالية، العرق مغطيني. وبعد دقيقة استجمعت شجاعتي وقمت بسرعة وفتحت الباب. ما كانش في حد، الدنيا هادية تماما. بعد الليلة دي بدأت حاجات غريبة تحصل، مش بس الصوت اللي بينادي، بقيت أحس بحركة في البيت، وكله دايما بيحصل في الفترة بتاعت الساعة 3. كنت أحس إن في حد بيمشي في الطرقة، واصحى على إني في حد بيمشي بس مش سامع. وأحيانا أسمع خبط على الباب وعلى الشباك. وفي يوم صحيت برضو في نفس الوقت وكنت سامع الخطوات. فضلت ثابت مكاني وقلبي بيخبط في ضلوعي، ولكن وانا ساكت وقاعد سمعت صوت نفس حد.
تخيلوا بقى تكونوا قاعدين في اوضتكم لوحدكم وتسمعوا صوت حد بيتنفس جنبكم. الدم نشف في عروقي اكتر ما هو ناشف. انا تعبت، مش قادر، روحي بتطلع، رعب، جسمي بيتشل كل مرة، مش قادر اتنفس كل مرة. الموضوع بقى بيحصل كل اسبوع مرتين او 3، وافضل على هذا الحال لحد ما نور الصبح يدخل عليا. حاولت الاقي تفسير، مش لاقي. حكيت لواحد من صحابي على اللي بيحصل، قال لي انه مرة قرا في كتاب ان الساعة 3 دي معروفة بانها ساعة الشيطان، وان في ناس كتير بيحصل لهم حاجات غريبة في التوقيت ده. الكلام خوفنا اكتر، لاني كنت متأكد ان اللي بيحصل لي ده مش كابوس. بقيت اشغل قرآن في البيت، وقبل ما انام اقوم حاطط السبيكر في الأوضة عندي وعلي الصوت. امي تقول لي يا ابني هتنام ازاي؟ يا ابني كل حاجة ليها حد، ما ينفعش تعلي القرآن كده، انت مش هتعرف تنام. اقول لها لا. وبقيت احفظ في كتاب ربنا علشان احصن نفسي بيه. الموضوع استمر، لكن شوية والاصوات قلت، وبعد ما كان بيحصل لي 3 مرات في الاسبوع بقى يحصل لي مرة في الاسبوع، وبعد ما كان بيحصل مرة بقى يحصل كل كام اسبوع. لكن لحد النهاردة انا كل يوم الساعة 3 بالليل بصحى لوحدي وحاسس ان حد بيراقبني، لكن مفيش حد بينادي ومفيش اصوات غريبة. ما تنساش تتابع القصص كلها موجودة، والتجارب والملفات الجديد والقديم على تطبيق أنغامي. هتكتب في البحث أحمد يونس وهتلاقي مكتبة عامرة عيش بقى حياتك فيها. يونس، أنا حكايتي غريبة جدا. أنا اسمي ندى، أنا بنت عادية زي أي بنت، بشتغل وبخرج مع أصحابي وحياتي ماشية عادي نمطية. لكن المشكلة كانت عند ماما طول عمرها مؤمنة بالأعمال والحجبة والسحر والربط والحاجات اللي انت عارفها دي، وكل الكلام ده أنا بشوفه زي ما بيقولوا كلام حمصي. مش هقول عليه خرافات، ولكن هقول عليه باب ما نحبش ندخله. كانت كل ما تشوفني قاعدة في البيت تقول لي انت لسه ما اتجوزتيش، الناس كلها عمالة تتخطب الا انت يا بنتي معمولك حاجة وانا مش عارفة احلها. اضحك واقول لها يا ماما لو العمل هيخليني اعدالك انا موافقة عليه، بطل يا ماما بقى. كانت مقتنعة ان في حاجة ربطاني ولازم تشوف حل. المشكلة انها قررت بقى تتصرف من غير ما اعرف، وراحت لواحد دجال او وراحت لواحدة من بتوع السحر عشان تفك العمل اللي هي متخيلة انه موجود. اللي حصل يا يونس انها رجعت بحاجة ابشع واسوأ بكتير. في يوم الصبح صحيت لقيت امي مش في البيت. سألت بابا عليها فقال لي انها خرجت بدري. قلت عادي يمكن راحت السوق ولا حاجة. فضلت مستنياها لكنها رجعت بعد الظهر. امي كان وشها متغير، وشها مخطوف واصفر وملامحها فيها حاجة غريبة زي ما تكون مش هي. قلت لها انت كنت فين يا ماما؟ ردت بصوت هادي بس في حاجة مش مريحة. قالت لي كنت عند الشيخ حسن، خلاص فكت لك العمل. انا قلبي وقع في رجليا وحسيت برعشة. قلت لها حسن مين؟ قالت لي ده واحد شاطر الناس كلها بتروح له وبيشوف الحاجة اللي معمولة ويفكها. قلت لها وبعد ما يفكها يا ماما قال لك ان انا هتجوز بقى خلاص؟ كنت هتخانق معاها بس قلت خلاص، هي عملت اللي عملته، الخناقة هتجيب ايه؟ ما كنتش اعرف ان اللي عملته ده كان بداية كابوس عمره ما هينتهي. لكن الكابوس ما كانش ليا، الكابوس كان لأمي. من يومها ماما اتغيرت للأسوأ. ماما بدأت تشتكي انها كل ما تنام تحس ان في عيال صغيرة بيصوتوا حواليها وتصحى مفزوعة على صوتهم، وكانت تفضل تعيط وتقول ابعدوهم عني، العيال الصغيرة بتجري ورايا مش عايزة تسيبني. كان كوابيس يا يونس، لحد ما بقى يحصل حرفيا كل ليلة. أمي ظهرها بدأ يوجعها بشكل غريب لدرجة إن مشي أمي بقى صعب، وبقت رجلها بتقف كتير. أمي كانت تفضل تعيط بدون سبب. في يوم كنا قاعدين في الصالة بنتكلم عادي، أمي كانت هادية مفيش أي حاجة وسكتت، وهوب تشنجات وهوب عياط وقامت واقعة في الأرض. أنا وبابا اتجمدنا مكاننا، ما كناش عارفين إيه العمل. أمي عمالة تصوت وفضلت أفوق وهز فيها. أمي فضلت على نفس الحال ده
لمدة، وبقينا مش عارفين نعمل ايه. فضلت كل ما تفوق تقول للعيال الصغيرة اللي وشها محروق: العيال دي مش سايباني. الموضوع كبر جدا يا أستاذ أحمد، وبقينا مش عارفين نتصرف. عرضناها على دكاترة قالوا حالة نفسية، بس اللي انت وانا وبابا عارفينه انها مش حالة نفسية. قررنا نروح لواحد معروف في البلد. لما سمع القصة وشه اتغير وقال لبابا: مراتك راحت للشخص الغلط في المكان الغلط واتعاملت مع حد غلط، فتحت الباب لحاجة مش طبيعية ومش هتسيبها بسهولة. وفضل الشيخ يقرأ على أمي قرآن لجلسات كتير وطويلة، وكانت أمي تتكلم وتقول: مش هنمشي. دي الكلمتين اللي كانت تفضل تقولهم. وبعد الجلسات والرقيات الكتيرة ماما بدأت تتحسن والكوابيس قلت، وفكرة خوفها من الأطفال قل. أنا ما قلتلكش إن ماما بقت تخاف من الأطفال عموما. أمي لما بقت تشوف عيل صغير في أي مكان أو أطفال في أي مكان يجيلها أزمة وتتخنق. الموضوع عدى يا يونس، لكن أنا بس حابة أقول لكم يا جماعة الباب ده أرجوكم ما تفتحوهوش على نفسكم. لا انتوا قدوا ولا احنا قدوا ولا نحب نكون فيه. اللي بيروح للناس دي ما بيجيش من ورا الباب ده غير الخراب. وامي راحت يا عيني بهدف ونية طيبة انها تنقذني من العنوسة المزعومة اللي بتقول عليها، لكنها رجعت هي اللي شايلة المصايب. صديقتي أنا بشكرك على التجربة، وعايز أقولك حاجة: الجواز والارتباط والحاجات دي كله بأمر ربنا. مفيش حاجة اسمها عنوسة، ومفيش حاجة اسمها جواز وسن جواز. هو في نصيب، في حد ليه نصيب انه يرتبط، وفي حد ليه نصيب انه ما يرتبطش. في بنت ليها نصيب انها تتخطب وتتجوز، وبنت ليها نصيب انها تتخطب وتفركش، وبنت ليها نصيب انها تتجوز وتتطلق يعني. فكله ده مقدر ومكتوب. احنا في الاول وفي الاخر ادعي ان ربنا يكتب لك الخير ويرزقك بزوج حلو صالح يحافظ عليكي، ما تبقاش جوازة والسلام وبعد كده تعاني الأمرين منها. وفكرة ان انتوا الناس تقول لكم انتوا ما اتجوزتوش لحد دلوقتي ويعاني عليكي وهي الرجالة اتصت في نظرها والكلام ده، يا بنات ما تسمحوش لحد يتكلم معاكم بالشكل ده حتى لو كان مين. فرملوا الناس ووقفوهم عند حدهم. انتوا بتتكسفوا، لكن يا عيني من جواكوا بتتكسروا. ليه اتكسر؟ وليه يكون في حد سبب انه يكسرني؟ لا ده انا اكسر له دراعه واقطع له لسانه قبل ما يكون سبب في اني اكتئب. يا جماعة دي عقليات عفى عليها الزمن خلاص، وتفكير انتهى. وفكرة ان من غير الجواز حياتك واقفة، ومن غير الجواز انت مالكيش لازمة خالص. انت من غير الجواز ليكي لازمة ونص واحسن كمان على فكرة. تعالوا نعد مع بعض الجوازات الفاشلة اللي البنات خرجت منها بتقول كان يوم اسود عليا يوم ما دخلت الجوازة دي، والجوازات الفاشلة اللي بيخرج منها الرجالة يقولوا انا ما كانش ليا جواز، انا كده مرتاح. انا لا بقول نتجاهله ولا نعتبره مش موجود، لا، هو الجواز ده سنة من سنن الحياة وتمام. جه وربنا رزقنا بيه خير وبركة، ما جاش وربنا ما كتبوش برضو خير وبركة. رزق زي اي رزق، زي رزق الشغل، زي رزق الخلفة، زي رزق مثلا الصداقات الطيبة، زي اي رزق. فلو حطينا في دماغنا انه رزق هنعرف نعيش. وتاني ما تسمحيش لحد يتجاوز حدوده معاكي ويتكلم في موضوع تأخر الجواز والكلام الفارغ ده. مساء الفل والخير عليك يا حبيبنا، كل سنة وانت بألف خير. أنا اسمي سيد وعايش حياة عادية مع مراتي وولادي. ابني الكبير اسمه كريم عنده 14 سنة، طفل هادي ومؤدب، عمره ما عمل مشاكل، متفوق في المدرسة وكل المدرسين بيشكروا فيه. حتى في البيت لا بيعلي صوته ولا بيدخل في خناقة مع أخوه الصغير. كل ده اتغير بقى في يوم واحد، اليوم اللي وقع فيه في البلاعة، واللي بعده اتغير خالص وبقى مش ابني اللي عرفه. اليوم ده كان عادي جدا، كان راجع
كنت أنا راجع من الشغل وقعدنا نتغدى سوا، وبعدها كريم نزل يلعب مع أصحابه في الشارع زي كل يوم، وبعد نص ساعة سمعت صويت تحت البيت، نزلت أجري وقلبي مخلوع، ولقيت الناس متجمعة حوالين الزفتة البلاعة المفتوحة في نص الشارع، وسمعت حد بيقول ابنك وقع جوه، واللي يقول الواد وقع في البلاعة، واللي يقول حد يلحقنا يا ناس. حسيت بدوخة، قلبي وقع في رجليا. فضلت أسأل صحابه، قالوا لي إنه كان بيجري وفجأة وقع فيها. البلاعة كان الغطا بتاعها مش موجود. الناس حاولوا يساعدوني يطلعوا، لكن البلاعة كانت عميقة. ولما نزل واحد من الجيران بالحبل قال بصوت مرعوب: أنا مش شايفه، الواد مش هنا. الدنيا اسودت في وشي، ابني ضاع مني. البلاعة فعلا عميقة. محاولات كتير، وبعد ما اتدخل رجال الإنقاذ بعد ما اتصلنا بيهم، وبصراحة جم بسرعة جدا، لقيوه في أرضية الصرف تحت. ولما خرجوه جسمه كان غرقان طين اسود زي ما حضراتكم فاهمين، وكان فاقد الوعي. اتنقل فورا للمستشفى، والحمد لله فاق، وبعدها بيوم او يومين رجعنا. كنت فاكر ان الكابوس كده انتهى وخلص، لكن اللي حصل كان غير. كريم فضل تعبان شوية بعد الحادثة. بعد ما رجع البيت وهنا بدأت اشوف تغيير. اول حاجة لاحظتها، ابني شعره ابيض. ابني كان شعره اسود ناعم، لكن زي ما بيقولوا شعره طقطق. الله يكون في عونه من اللي شافه. الدكتور قال ده بيبقى من الصدمة، بس انا كنت حاسس ان ابني فيه حاجة تانية، في شيء مش مظبوط. لون شعره ما كانش المشكلة الوحيدة، كريم نفسه ما بقاش كريم. كان دايما هادي ومؤدب، دلوقتي بقى عنيف، بيضرب اخوه الصغير بسبب وبدون سبب. بصاته لينا كلها غريبة. ساعات احس انه بيبص لنا كأنه بيتعرف علينا، وساعات احس انه بيبص لي بمنتهى الغضب اللي في الدنيا. قعدته في الضلمة كترت، كلامه مع نفسه كتر. في مرة كنا قاعدين بناكل، قام وهو ساكت ومسح السفرة كلها بإيده، مش بينضفها، الأكل على السفرة، فقام بإيده كده ضارب السفرة، مسحها كده، موقع كل الأكل على الأرض، وقام بص لنا ببرود ومشي. أمه جريت كالعادة تصوت وتصرخ فيه، لكنه بصلها بصة ماتت في جلدها. فأنا بقول له: في إيه يا ابني؟ إيه اللي جرالك بقى، مالك؟ قال لي: إحنا مش محتاجين الأكل ده. وفي مرة تانية دخلت الأوضة بالصدفة عنده، لقيته ماسك عظم فراخ في إيده وقاعد يبصله، عظم من بواقي الأكل بتاعنا. الأستاذ جايبه من الزبالة وحطه في طبق نظيف كأنه حاجة كده وجبة. أخدته منه بالعافية، صرخ وزعق في وشي وقال لي: ما تلمسوش. طريقته مش طريقة طفل أبدا، ومش طريقة ابني أصلا. حط الطبق في الأوضة وحطه على الكومودينو، وكأنه مستني حد يجي ياكله مثلا. ويا ويلنا يا سواد ليلنا لو فكرنا نقرب من الطبق. كل يوم كان بيحصل حاجة أقرب من اللي قبلها. كريم بينام الصبح ويسهر طول الليل، ساعات ألاقيه قاعد في البلكونة بيبص للشارع، وساعات ألاقيه في الحمام واقف قدام المراية متنح مبرق. وفي يوم مراتي صحتني مفزوعة، قالت لي: قوم يا سيد الحق ابنك. جريت على أوضة أخوه الصغير زي ما مراتي قالت لي إنه هناك، ولقيته واقف قدام سرير أخوه الصغير، وعينيه كلها أقسم بالله شر ما شفته في حياتي. أنا خدت الواد من الأوضة ووديته أوضتنا، وبعدها رحت لكريم قلت له: في إيه؟ مفيش ردود، هي نفس النظرات وبس. ودخل أوضته وقام قافل الباب عليه. في مرة كنت راجع من الشغل، دخلت المطبخ، لقيت المطبخ ريحته وحشة جدا. فتحت ظرف المطبخ نفسه، فلقيت طبق مليان عظم فراخ معفن محطوط في نفس الطبق اللي كنت شيلته من اوضته قبل كده. ناديت عليه وقلت له: ايه ده؟ رد بكل بساطة، قال لي: اكل، في ناس بتاكله. في الوقت ده انا ما بقيتش عارفة اتصرف ازاي. حابس نفسه في اوضته معظم الوقت، بيتجنب التعامل معانا تماما. انا رافض فكرة انه يكون ممسوس ولا ملبوس او اتأذى بحاجة غريبة، لكن التصرفات دي كلها مش طبيعية. مراتي مصممة ان احنا نروح لحد يرقيه او حاجة، وانا متردد، لكن بعد اللي حصل انا ما عنديش اي اختيار تاني. في يوم صحيت بالليل على صوت ضحك عالي، كان منه هو. دخلت لقيته قاعد في الضلمة ظهره للباب وعمال يضحك. لما ناديته
وقف الضحك وبصلي، نفس النظرات اللي مش مفهومة، الفاضية المخيفة. جبنا شيخ معروف في المنطقة قال الخوف إن يكون الواد لما رجع من البلاعة مرجعش لوحده. الواد وقع في مكان مش عادي، وقع من ارتفاع، وقع في خلا في حتة مش تمام، أكيد ساكنها بدل الجن عشاير. فلما طلع ما طلعش لوحده، ودخلنا يونس جلسات وجلسات وجلسات، ولحد النهاردة مفيش حاجة بتتغير. ادعولي، أنا كل اللي بطلبه منكم تدعولي وتدعوا لابني اللي كان آية من آيات ربنا في الأدب والهدوء وتحول لواحد تاني. مكملين تجارب حقيقية، ونروح لتجربة حد رافض يقول اسمه. عندي 33 سنة، أنا عايشة حياتي كلها تحت ظل نبوءة قديمة سمعتها وأنا صغيرة، ومن يومها وأنا مستنية النهاية. مش عارف أعيش حياتي زي أي حد، مش عارف أفرح. كل حاجة حلوة في حياتي بتنهار قبل ما تبدأ، وكل ما أقرب من حد أو أفكر في الجواز حاجة جوايا بترعبني، وأحس برعب وحزن شديد. في اللي بيمنعني، في حاجة بتمنعني من إني أعيش مستقبل عادي وحياة طبيعية. الحكاية بدأت من سنين طويلة لما جدتي فتحت الباب لست غجرية، الكلام ده زمان، ومن يومها مفيش حاجة بقيت زي ما هي. زمان قبل ما أنا اتولد جدتي كانت قاعدة في البيت لوحدها، وكان يوم عادي زي أي يوم، لحد ما سمعت خبط على الباب. فتحت لقت ست غجرية، وكان ده بيحصل كتير زمان على فكرة. كانت لابسة لبس اسود قديم، وحاطة بقى العقود اللي بيلبسوها، العقاد والحاجات دي، وخواتم وحلقان وحاجات وكردان. وقالت لجدتي هقولك الطالع بس تديني اللي فيه النصيب. جدتي كانت طيبة وعلى نيتها، وكايما دايما بتقول ان الضيف بركته معاه، واكرام الضيف واجب. دخلتها البيت وعملت لها شاي، والست قعدت قدامها ومسكت ايدها وبدأت تتكلم. قالت لها ان ابنها اللي هو ابويا هيتجوز، لكن الجوازة مش هتطول، وانه هيتجوز تاني، ومراته التانية هتموت بعد مدة قصيرة، انه بعد ما يفقدها هيرجع لمراته الاولانية. طبعا كل ده كلام بالنسبة لأي حد في الهجايز زي ما بيقولوا. وقتها جدتي استغربت، لأن بابا كان متجوز ماما وعلاقتهم كانت كويسة جدا، لكن اللي حصل بعد سنين كان بالظبط اللي قالته الغجرية. الست قالت الكلمتين دول وقامت مشيت واخدت اللي فيه النصيب، وبعدها يدوب عدت سنة وحصلت مشاكل بين بابا وماما، مشاكل ما كانتش متوقعة، حاجات تافهة كبرت من غير سبب، وكل محاولات الصلح فشلت. في الآخر حصل الطلاق. بعد سنة بالظبط من الطلاق بابا اتجوز واحدة تانية، بس الجوازة ما كانتش سعيدة، وبعد كام سنة توفاها الله. وبعدها رجع بابا لماما زي ما الست قالت بالظبط. ماما كانت كل ما تفتكر الموضوع تخاف وتقلق، بس وقتها محدش كان مهتم بالجملة الأخيرة اللي قالتها الغجرية. الجملة دي تخصني أنا. عارفين قالت إيه؟ الغجرية قالت لجدتي إن أصغر حفيدة مش هتعمر في بيت ولا عيشة، وهتموت شابة. وأنا أصغر حفيدة لجدتي، وأنا اللي حياتي كلها متدمرة بسبب الجملة دي. من أول ما بدأت أتقدم في العمر وأنضج، وكل ما حد يجي يخطبني أحس بحاجة غريبة. أول ما أقابل العريس أحس بحزن رهيب، كأني في حاجة جوه قلبي بتقولي مفيش فايدة، ريحي نفسك، مفيش حاجة هتكمل، حتى لو العريس كويس، حتى لو أهلك فرحانين. جوايا يونس على طول حاجة غامضة بتقولي ما تكمليش، هتموتي. في الأول كنت فاكرة إن ده خوف طبيعي، لكن ده بقى بيحصل كل مرة يبدأ حاجة زي كده. كل جواز أرفضها من غير سبب، كل فرصة أخسرها من غير مبرر. أنا بس قاعدة مستنية النهاية اللي حددتها الغجرية. بقيت عايشة في رعب، كل ما يقرب عيد ميلادي بحس إنه هيكون ده الأخير. كل ما يجي رمضان بدأ إن ربنا يخليني أعيش بس وأكمله. بقيت أحس إن كل يوم بيعدي هو هدية مؤقتة قبل ما اللعنة تاخدني. حياتي كابوس يا يونس. كل الناس بتقولي إن أنا واهمة نفسي بكلام فاضي، لكن الكلام ده هل هو صدفة يا يونس؟ أنا اللي عايشة الخوف والرعب كل يوم. ساعات ببقى قاعدة لوحدي وأحاول أقنع نفسي إنها خرافة،
وده الشغل تنجيم، محدش يقدر يعرف المستقبل والغيب الا ربنا. لكن في لحظات تانية بقول ما هي اللي قالته فعلا حصل. كل البنات في سني بقى عندهم عيلة وولاد، وانا لسه في مكاني محلك سر. مرعوبة وخايفة اخد اي خطوة، خايفة اعيش، خايفة احب، خايفة اكون سعيدة. جوايا مليون حاجة بتقولي ما تفرحيش، هتموتي قريب. من فترة حلمت بحلم غريب، حلمت ان انا واقفة في بيت قديم وحواليا ناس معرفهمش لابسين اسود وبيبصوا لي بحزن. قلت لهم في ايه؟ واحدة منهم كانت ست عجوزة، قربت مني ولمست وشي وقالت لي بصوت ضعيف خلاصك قريب، اوعي تفكري انك هتفرحي. صحيت من النوم وانا جسمي بيتنفض، كنت حاسة ان الحلم ده مش حلم ولكنه رسالة، نبوءة، رؤية. انا دلوقتي 33 سنة ومستنية المصير اللي قالته الغجرية. كل ليلة بنام وانا خايفة، كل يوم بصحى وانا بقول يا ترى هعيش اليوم ده ولا لا. حياتي بقت مجرد انتظار لحاجة مش عارفة هتحصل امتى وازاي، بس متأكدة انها جاية. ومع ذلك في جزء مني مش عايز يستسلم. الجزء ده هو اللي خلاني بعتلك. انا نفسي اعيش، انا متدمرة نفسيا، ارجوك ساعدني، انصحني. انا ببعتلك وانا عارفة ان انت اخ كبير وهتفيدني. ما تيجوا نقول رأينا لصديقتنا صاحبة التجربة، تجربة النبوءة. اكتبوا لها كده صاحبة تجربة النبوءة وقولوا لها اللي انتوا شايفينه. ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب زي ما أنا بقول دايما في فوق 200,000 مشترك، واكتبوا لصاحبة تجربة النبوءة رأيكم. وبالنسبة لرأيي، ماشي يا ستي، في نبوءة حصلت وكل حاجة وهنمشي معاكي على نفس الوتيرة. انت بقى عندك 33 سنة وما حصلش حاجة، ليه شايفة ان اللي هيحصل اليومين دول؟ ليه ما حصلش من اول 33 سنة؟ ما انت ممكن تتجوزي 18 و19 و20، ليه ما حصلش طول الفترة اللي فاتت وانت شايفاها يحصل دلوقتي؟ هو هسألك سؤال، هو انت مش هتموتي كده كده وانا هموت وكلنا هنموت؟ بغض النظر النهاية ايه، اهي نهاية. ما تعيشي يومك اليوم بيومه وتعيشي حياتك وتسيبي الحاجات دي عند ربنا. نهاية الأجل ده مش بتاعتك ولا بتاعتي. أقولك حاجة، هتعيشي 10 سنين كمان و15 سنة في الغم ده ومش هيحصل حاجة وأكتر. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. ده بقى لو بنجاريكي في الجزء بتاع إن في نبوءة وهتحصل وكل حاجة. انتي بتقولي أنا بكذب نفسي، بس هي اللي قالته حصل. الحديث الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال إيه؟ كذب المنجمون ولو صدفوا. كلمة ولو صدفوا دي معناها ان ممكن يبقى كلامهم صح. يعني سيدك النبي قالك حتى لو كلامهم صح هم كدابين، حتى لو اللي قالوه كله صح هم برضو كدابين. عايزة كلام يعني اقوى واوقع وكلام كده زي ما يقولوا عليه الختم اكتر من كلام سيدنا محمد؟ اسمحي لي اقولك، احنا لو صدقنا حاجة زي كده وامنا بيها يبقى احنا ايماننا ضعيف جدا. والموضوع بقى مش ايمان مسلم من مسيح، هو ايمان ضعيف. في حاجة اسمها الايمان بالقضاء والقدر، اللي ربنا كاتبه هيحصل، سواء بقى هيحصل عن طريق جواز، عن طريق عفريت، عن طريق مش عارف ايه. هو ربنا كاتب نهاية وليها سبب. ارجوكي 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 ما تمشيش ورا اي حاجة من الكلام ده. فاكرة فيلم الكهف؟ شفتيه؟ الفيلم ده كان بطولة الفنان فريد شوقي. واحد قال له نبوءة، قال له ولادك هيموتوا في جوازاتهم. كان عنده 4 أو 3 ولاد. قال له كل واحد فيهم هيتجوز هيموت يوم فرحه. وحصل فعلا، أول واحد فيهم جه يتجوز مات يوم فرحه. التاني برضه نفس الموضوع، مات يوم فرحه. فضل خايف ان التالت يتجوز ويمنعه عن انه يتجوز خالص، وكل ما يجي فرصة جواز هو وامه كانت الفنانة مديحة يسري وكان ابنه الفنان فاروق الفيشاوي يمنعوه من الجواز، لحد ما الولد اللي هو الابن يعني فاروق الفيشاوي والبنت اللي كان عاوز يتجوزها كانت الفنانة اثار الحكيم قرروا ان احنا هنتجوز والاعمار بيد الله، وكذب المنجمون ولو صدفوا او ولو صدقوا، وتحدوا الكل وكانوا بيحبوا بعض ويتجوزوا. اقول لك على حاجة، حصل حادثة يوم الفرح لكن هما ما ماتوش. بمنتهى البساطة حصل حادث وعاشوا وخفوا وكملوا، وانتهى الفيلم على ان هما الاب والام والكبار اللي في الفيلم ايقنوا انه كذب المنجمون ولو صدفوا، لان في الاخر
الأعمار بيد الله. انتي قلقانة، ليكي حق تقلقي، لأن اللي حصل هو اللي اتقال. بس أنا فين إيماني بقى؟ فين يقيني بالله؟ فين صلاتي وفين دعائي وفين الحاجات دي كلها؟ انتي وقفتي حياتك كلها على نقطة واحدة يا ستي. لما ما فيش نصيب للجواز خلاص مش هنتجوز. لكن فكرة ان انا هموت شابة وهموت مش عارف ايه، بقولك ايه، عايزك كده تعيدي حساباتك وتقومي كده تفوقي كده وتاخدي قرار انك هتكملي حياتك عادي جدا وتطمنين عليكي. تمام؟ تطمنين عليكي. ونروح لآخر تجربة من تجاربكم النهاردة. السلام عليكم، كل سنة وانت طيب يا يونس. مش عايز اقول اسمي، خلينا ادخل في الحكاية على طول. بابا لما اشترى البيت الصغير اللي بجنينة اللي كان نفسنا فيه، كلنا كنا فرحانين، اخيرا بقى عندنا مكان هادي وجميل هنعيش فيه. كنت متخيلة الايام اللي هنقضيها في الجنينة وانا بزرع ورد وشجر وفاكهة وحياة بسيطة مليانة راحة. لكن الفرحة اتقلبت بغم. المكان كان رافضنا يا يونس، مش عايزنا نعيش فيه. اول حاجة غريبة لاحظناها كانت الجنينة. اي حاجة نحاول نزرعها الزرع كان بيموت برغم العناية والاهتمام بالزرع. جبنا مهندسين زراعيين وقلنا يمكن في حاجة احنا مش فاهمينها. استخدمنا كل انواع الاسمدة، جربنا كل الحلول من غير فايدة. الورق كان بيدبل بسرعة والزرع بينشف كأنه محروق، كأن الارض رافضة لأي حياة جديدة. حد من الجيران القدام قال لبابا جملة غريبة، قال له الارض دي مسمومة. بابا استغرب وسأله يقصد ايه، لكن الراجل هز راسه وقال له اهي مسمومة وخلاص، بكرة تفهم. الموضوع كان مريب، بس حاولنا نكمل حياتنا لحد ما جالنا واحد عجوز معروف في المنطقة انه عارف كل تاريخها. دخل البيت ولف في الجنينة وبعدها قال بصوت هادي كله رهبة، الارض بتحزن على اصحابها. فبابا سأله يعني ايه الارض بتحزن على اصحابها؟ قال له اي حاجة بتفقد صاحبها بتحزن عليه. ساعتها حكالنا ان الارض دي زمان كانت مزرعة رمان كبيرة، وكان صاحبها خواجة اجنبي عايش فيها لوحده. محدش يعرف عنه كتير غير انه كان منعزل ومحدش بيشوفه كتير، وكان كريم وكان بيوزع على الناس من خيرات ربنا كتير، وكانت الناس بتدعيله حتى لو ما بتشوفوش. وفي يوم اختفى. البعض قال سافر والبعض قال هاجر، لكن بعدها بسنين لما الأرض اتباعت لأول مرة في مزاد، لقوا جثة متحللة مدفونة في الجنينة. الجثة دي كانت جثته. الخواجة يا عيني مات مقتول واتدفن في أرض الجنينة أو أرض المزرعة بتاعته وقتها، من غير ما حد يعرف مين اللي قتله. ومن وقتها والأرض بقت مسمومة وحزينة. الكلام ده طبعا يا يونس وقع علينا زي الصاعقة، احنا عايشين في بيت كان فيه قتيل. لو فعلا الأرض دي اتدفن فيها صاحبها واتثابت سنين، ممكن يكون في حاجة بتمنعها تقبل أي حياة تانية فيها لأنها حزينة على اللي حصل. ولا يمكن الخواجة لسه هنا قرين وغضبان إنه حقه ما أخدوش، وإن أرضه اتخذت منه لأنها ما راحتش الورثة ولا لأي حاجة، دي اتباعت في مزاد لما البيت اتساب. معرفش دي قانونا وضعها ايه بصراحة. ما اقولكش ان في معاناة طبعا عشان ما بلغش واقولك بقى انه بيطلع وينزل والكلام ده، لكن هي القصة وما فيها ان الجنينة فاشلة 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 في الزرع. بقينا نجيب حواض بقى كبيرة، الحواض اللي هي البلاستيك دي والأصاري الكبيرة والحاجات دي، وملينا الجنينة بيها. لكن فكرة ان الارض نفسها يبقى فيها زرع مفيش. وجبنا نجيلة الصناعي اللي هي الترتان دي وفرشناها وبقى شكلها جميل الحمد لله. بس قلت اشاركك في الموضوع اللي حصل لنا. خلصت تجاربنا، ولكن اكيد حلقاتنا موجودة وبتكمل تجارب، وكل القصص وكل المسلسلات اللي هتكون موجودة في شهر رمضان هتلاقوها على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وهتلاقوها على تطبيق أنغامي. طبتم وطابت أوقاتكم.